وقام سموه رعاه الله بزيارة إلى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، حيث كان في استقبال سموه رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل مساعد الجزاف، ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين مهدي العازمي، وأعضاء مجلس إدارة النادي. وأثنى سموه رعاه الله على الجهود المبذولة من قبل أعضاء النادي والتي يسعون بها إلى تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات في كافة المحافل الإقليمية والدولية لرفع راية الكويت عالية، لا سيما على صعيد المنافسات الرياضية، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح. كما ألقى رئيس مجلس إدارة النادي كلمة أعرب فيها عن ترحيب أعضاء النادي بهذه الزيارة الأبوية والتي لها بالغ الأثر في نفوسهم، مشكلة في الوقت نفسه دافعا كبيرا لهم. كما عبر عن عظيم امتنان وتقدير أبناء سموه حفظه الله من ذوي الاحتياجات الخاصة لما يقدمه سموه من دعم وتشجيع لهم. ومن ثم قام بعض اللاعبين من أبناء النادي باستعراض رياضي لاقى استحسان الحضور، بعدها تم تقديم هدية تذكارية لسموه رعاه الله بهذه المناسبة. مؤكدا سموه رعاه الله على حرص الدولة بمختلف مؤسساتها تقديم كافة التسهيلات وسبل الرعاية الكريمة لجميع أبنائها من فئة الصم والبكم، متمنيا سموه أن تمثل هذه الزيارة زيارة أبوية ذات حب واعتزاز بهم. بعدها تم تقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة. أخ رئيس النادي، أهنئكم بالنيابة عن أخي ولي العهد وأخوانه بشهر رمضان المبارك، وأهنيكم أيضا بمبناكم الجديد اللي هو كان أملنا أن نشوفه ونحن أحياء والحمد لله قد شفنا. مبروك عليكم جميعا، وكم سعدنا برؤية أخواتنا الشابات في معرضهم الذي حاز على إعجاب الجميع، وآخرها قد تشرفنا بأخواننا اللاعبين الذين حصلوا على الميداليات، وأبارك لهم في ميدالياتهم وأتمناهم أن يستمروا
في هذا الطموح ويستمروا برفع علم بلدهم في أي حفل رياضي هم فيه. وشكرا وأتمنى لكم التوفيق. وقام سموه حفظه الله بزيارة إلى ديوانية شعراء النبط، حيث كان في استقبال سموه رئيس ديوانية شعراء النبط الشيخ أحمد جابر الأحمد الصباح وأعضاء مجلس الإدارة. وأشاد سموه حفظه الله بالدور الرائد لديوانية شعراء النبط في المحافظة على الهوية الكويتية وعلى امتداد تراثنا الأصيل للأجيال القادمة، كما تعد مفخرة ورمزا لكافة المواطنين. وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره للشعراء على ما ألقوه من قصائد خلال هذه الزيارة.